الجميع مدعو إلى القداسة، وبولس الرسول يحدد لنا ويعلمنا في رسالته أن عندما أراد أن يصل من روما من كورنثوس إلى أورشليم أيها الناس المحتاجة أن لكم الاضطهاد كان تحت الاضطهاد، قال ولا تنسوا مساعدات قديسين أورشليم، أي لجميع القديسين. إذا من هو القديس هنا السبب، ومن هم القديسين الذين نرتب لهم الكنيسة اليوم هذا الاحتفال؟ هم القديسون أولا الذين من آدم إلى لحظاتنا هذه قد نالوا القداسة والكرامة ورؤية المجد الإلهي. هناك قديسون كثيرون، كل يوم ستفتح كتاب السنكسار بنشوف فيه عندنا 10 أو 25 قديس، وإذا نحسب ما بنلاقي الملايين من القديسين أو المليارات. نحن نقول لكل من نال الكرامة قديس، ولكن في اللاهوت يقسم إلى مجموعات، منهم القديسين الذين يلقبون بالمعلمين، ونالوا القداسة لجهدهم ودراستهم ولعلمهم ولتعليمهم الذي ما زالت الكنيسة تسير عليه، مثل باسيليوس الكبير وغرغوريوس اللاهوتي وميلادس الأنطاكي ويوحنا تهميدا وغيرهم ومكسيموس المعترض، ونسمي من خصم يوم التسليم. هؤلاء المعلمين الذين يعلمون، وهناك الآباء الذين نالوا الكراسة بزهدهم ونسكهم، معطينا الأبوة الروحانيات التقسيمية والحياة الاجتماعية. هناك الأبرار الذين سهلوا في النسك وتركوا العالم في صوامع ونور موحشة لكي ينالوا القداسة، لا بل لكي يصلوا لأجل العالم، لأن العالم اليوم إن كان يقف فيه خير ومن أجل صلاة القديسين، صلاة الأبرار، صلاة الرهبان. طبعا عندما نقول قديس لا نستثني القديس موسى، فنحن نتكلم
لهذا وضع الكنيسة جميع القديسين حتى نشمل المعروفين وغير المعروفين. تنتظر الكنيسة مدة طويلة من العمر والسنوات حتى تعلن دراسة القديس، وذلك الفحص والدراسة، وكذلك لكي يكون قد مات جميع أولادهم من عرف هذا القديس على الأرض. لماذا؟ لأنه ولو هو قديس إلا أنه يخطئ. جميع القديسين أخطأوا، منهم الخطايا الكبيرة والمميتة مثل مريم المصرية، خطيئة الزنا، مثل المباركات الفردية خطيئة الغضب والقتل، وخطايا كثيرة. الخطيئة لا تمنعنا من القداسة. ما الذي يمنعنا من القداسة؟ عندما نتلذذ بالخطيئة ونبقى فيها. وضع لنا السكوت لكي ننهض، ليس لكي نبقى أبدا. شوفوا طبيعة الإنسان عندما في الشارع تلاقي واحد يتزحلق أو شخص يتزحلق ووقع، ردة فعل مباشرة، محاولة مباشرة باليوم. ليه؟ لأنه في بداية إيمان بالنور. لأن لا يريد أن يكون متصل بالأرض بالباب، يريد أن يعتدي من الله. بتزحلق وقع بصير باليوم، بعدين بيكتشف إيد مكسورة، عضلة مقلوب، إيد مكسورة، لكن أول ما يدرك يريد الوقوف، يريد النهوض، وهكذا في الخطيئة. نسقط في الخطيئة، ولكن كيف ننهض منها؟ علينا النهوض من هذه السقطة، والتوبة هي الماضي والكفارة. التواضع هو قمة السلم إلى القداسة. لأن بدون تواضع لا نعرف كيف أحب الله وأنا أكره أحد وجاري. يقول الكتاب المقدس إنجيل اليوم: من أراد أن يتبعني فليحمل صليبه ويتبعني. أي صليب؟ أي صليب؟ ليس الذي نعرفه بصدورنا من ذهب ولا ألماس، كل مكان فيه وألماس فيه نكتشف أكثر عشان نفرج الناس الألماس. إنما الصليب الخطيئة، صليب خطيئة، صليب من يضايقنا واضطهاد الآخر علينا. إذا أخ أو زوج شوي وقع برجال شيطانية وصار يئسا وينكل علينا من النار، هذا هو الصليب، علينا نتحمله. صليب القهر للذين تحت وطأة الاضطهاد. هنا نحمل صليبنا لكي نتحمل، لكي نشعر مع أننا في وطأة الخطيئة، ولكن نحمل الصليب بالنار، نحمل الصليب بمحبة، مش نحمل صليبنا خوفا. لأن المسيح لا يريدنا البناء، أنما أقوياء عندما نسامح وليس عند الضعف، لأن لا
المسيح علمنا أن نكون أقوياء، نسامح عندما نكون نحن أقوياء، لأن العهد عند المقدرة. علمنا المسيح أن نتربى على خاطر من أي من وقتنا ورئيس، ولكن ما ينقضي الحرب، لأن من يحب قد الحق إلى أبدا. علمنا المسيح أن نميز قبل ما يقولنا هذه الكلمات، قبل ما يقولنا سامح يا 77 وكذا وكذا وكذا، علمنا كيف نميز ونحب. عندما يكون أهل الكنيسة ومؤمن وذو خلق فقد أعصابه بسبب ما؟ بسبب اعتراض، وأنا أقول بكافي أنا لا أميز هل هذا الأحد الذي أعرفه ذو الخلق إذا كان وراء عندها يخشى ويرتد إلى الوراء يعزل. أما إذا بقى الحالة أصعب من الرابع، وهذا معناه أن يقول هو وعيش وعلى راسه وعلى رأس الشهور ما راح أخليه إذا لا، بدي أميز من الشخص اللي إذا كان من غير محترمين بدي أبعد عنه في ضربه لكي أرده عنه، مش أعمل الكلام الله يسامحني بعد نسيت جبناه. والمسيح وفي رعاية المسيح ليس جبن، المسيح بقوة صعد على الصليب وبقوة سامح الذين أخطأوا. يقول المسيح في إنجيل اليوم: من خجل استحى بي أمام الناس، المسيحي قدام الناس، يخجل به ابن الإنسان أمام الناس. و90% من تصرفات اليومية تخجل من المسيح. بيصيروا في ناس بدل ما ندخل على بعض من صباح الخير وكذا يصيروا لا السلام عليكم، وهم يحكي السلام عليكم، ولكن اليوم بعض من تحية السلام. بيصير نقول عشان ما نتكلمش فوق المسيحيين، لما ما نسمع معروف، نتشكل معروف، من لبسك معروف مع المسيح، من أكلك، من طريقة نظرك، من مشيك، من النفس بتاع المسيح. لأنه الشيطان دائما بيحس بالروح، دائما بيحس بالمسيح، يحكون المسيحيين، فلازم يفتح، لأنه مرحب من صباح الخير والمرحب يبقى محبة. لو بعدين بيكون لابسين سوري يسموه على خير محدد، يعني شوي متوتر، بنلاقي حطينا الصليب تحت الجلوس. طب ليش لابس الأساس ده الصليب؟ ما نلبسوش، خلاص طلب منا نلبس الصليب بتاعه ملزمين. بيجوا ناس وقحين بيصيروا يسلوا فينا بأفكار إسلامية وعربية بغض النظر. صرنا يسألونا بعض الأسئلة يستفزونا عن الإيمان، وإحنا شو نسمع؟ قلنا لا الله اللي بآمن بآمن، نروح نعلم عن العين، إزاي نجاوب؟ ليش يا شباب؟ ليش نسأل المسيح؟ ليش ندعي عن المسيح؟ هو جميل في دينه، أنا خجول في ديني، إذا خجول المسيح بي أمام الله. إذا هذه الخطايا البسيطة التي نسقط فيها دائما خطيئة الخجل من المسيح بالمسيح هي ليست مجرد كلمة نعمل فيها وراء، لا نطرحها، لأن الخطيئة بتبدو. يعني أنا ننتبه ثقافة شرك المسيح، معرفتش أنه ذلك الآخر تلك المرأة المنقبة وغيرها، أو شرك أو فسد مشاعر فيها، بس وقت يختلف. بس أي التوبة أن أتمرن على الشرطة، أتمرن على الشرطة، لأننا لا نستطيع أن نكون المسيح أقوياء
اليوم نحن مجتمعون في الكنيسة المجاهدة التي تجاهد بما؟ لخلاصنا. شو يعني خلاصنا؟ لخلاصتنا، لكي نتقدس من القدوس، لكي نتحد لاحقا مع الكنيسة المنتصرة القديسة في السماوات. جميعنا مدعوون إلى الخلاص. بس أول شغلة بذكركم عنها، شغلة بسيطة يمكن ما نشوفهاش. الناس رفضت الغبار. هي ممكن يكون عقل قدامنا في الخلاص، ما احنا شايفينها. إذا كانت هي نظرة الغبار صغيرة قلبنا، غبار الخطر، غبار الحسد، غبار الكره، بنعلم من كل الخلاص. علينا تربية قلوبهم ونساعد من كل القلوب ونحن بقوة وليس بضعف، ونأتي إلى المسيح لنكون في محضر القديسين، وشفاعة جميع القديسين تكون معنا.